اسمه أبو دباك، استقبلنا في اليوم الأول لدخولنا سوريا بالمزاح والبسمة، وفي وقت الجد هو هذا الشاب الذي يهتف بالتكبير ويصور هذه اللقطات. يتسلح ببندقية وكاميرا ويرافق الثوار، يبحث عن الجبهات القتالية، يخاطر بحياته ولا يحيد عن هدفه، وهو تصوير العمليات العسكرية. وعند بسمع صوت رصاص هيك بصور الجيش الحر وهو عم بيضرب، قلبي بيفرح من جوا. خسر عددا من أفراد عائلته وأقاربه لكنه لن يتراجع. أصيب 3 مرات، إحداها في هذه اللقطات التي تشير إلى سقوط صاروخ بالقرب منه. في أرض المعركة أنا شوحت كثير عالم، يعني من أرض المعركة. هذا المنصاب قذيفي. حالي بتيأس. يصيبه اليأس لحظات، ومع قدوم موكب المقاتلين هذا يتحمس أبو دباك ويسأل: ايمت معركة؟ قبل الثورة كان أبو دباك عاملا وسيعود عاملا، فلا مكان للأحلام في حياته. شو حلمك؟ ما بحسن. ليه؟ بجوز موت. احنا كل شيء عنا هون متعلق بالموت، انا خص نص. الشعب اللي برا بجوز يحلم، بس انا لا، احنا هون بسوريا ما عنا حلم. يقودنا أبو دباك إلى المكتب الإعلامي. هؤلاء الشباب هم من صنعوا الثورة. لأكثر من عام ونصف منع صحفيو العالم بأسره من دخول سوريا، لكن أحمد نور الطالب الجامعي وأحمد معروف أستاذ اللغة العربية والمئات من الشباب السوري قاموا بالمهمة. في ظل القبضة الأمنية اللي كانت ممارسة علينا نحن في سوريا، والشيء كان ممارسة علينا، يعني ما كنا نتوقع بحياتنا أنه نوصل نشغل نت أبدا، أنه نقعد هيك نحن على شبكة نت، خاصة كان النت في سوريا يعني مراقب بشكل دائم، يعني ما تفتح صفحة لأي موقع أو لأي قناة إخبارية أو لأي شيء كنت فورا معرض للمساءلة. حافظ الأسد قضى على الثورة بالثمانينات دون ما يعرف شو عم بيصير، قتل أكثر من 40,000، في أشخاص بيقولوا لنا قتل 100,000، في أشخاص بيقولوا قتل 150,000، يعني باد حماه بالكامل. لا كان في إعلام بالثمانينات، لا كان في انترنت، ما كان في شيء، يعني انقمعت الثورة عنده بكل سهولة. والآن وبالوقت الحاضر لو ما كان في إعلاميين وما كان في ناشطين عم بيصوروا شو اللي عم بيصير على الأرض، كان رح يصير فينا نفس ما صار في الثمانينات تماما. أي شخص شو بده يحكي، يعني بمجرد يدخل بالسياسي أو يجيب شيء بخص النظام يقول اسكت. الحيط له دانات، يعني بيسمع، الحيط مراقب. لا سكوت في زمن الثورة. قمع حرية التعبير أصبح من الماضي للشباب السوري. حدثوني كثيرا عن أحلامهم وطموحاتهم لسوريا، وعند الوداع تركوا لدي شكا بأني قد لا أجدهم في الزيارة المقبلة، فالجبهات مشتعلة ومهمتهم تصويرها. عدد كبير من الثوار اختاروا أن يحملوا السلاح، لكن الكثير من السوريين اختاروا أن يحملوا هذا السلاح، هو الكاميرا، وبواسطة الإنترنت قرروا أن يخبروا العالم عما يجري في سوريا. من داخل الأراضي السورية، ريما مكتبي، العربية.